ويا مساء الفل. هنعمل مع بعض النهارده كوكيز القهوة أو بسكوت القهوة، يعني قرمشة طعمه مختلف ما يتوصفش. تعالوا كده مع بعض نشوف المقادير عبارة عن إيه. معانا كوباية إلا ربع سكر بودرة، كوباية إلا ربع زبدة بحرارة المطبخ، ربع كوباية زيت، الاتنين على بعض يعملوا كوباية، ومعانا بيضاية بحرارة المطبخ برضو، ومعانا معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان، ومعانا ربع كوباية مية سخنة، وفانيليا، معلقتين كبار نشا، ومعلقتين كبار كاكاو خام، وربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعانا 3 كوبايات دقيق. يلا نبتدي نقول بسم الله. أول حاجة هنجيبها معانا قهوة سريعة الذوبان، هننزل عليها ربع كوباية مية سخنة زي ما احنا شايفينها كده، وابتدي أدوبها. مفيش أسهل من كده، هي مجرد ما بتشوف المية بتدوب على طول، عشان كده اتسمت سريعة الذوبان. تمام، هركنها على جنب وابتدي أنزل بكوباية إلا ربع سكر بودرة. سكر البودرة مش لازم تشتريه من بره، اطحنيه في البيت عادي، مفيش مشكلة خالص. تمام، في المطحنة بيطلع معانا زي الفل. تمام، وبعد كده ننزل بالزبدة، والزبدة معانا تكون طرية، ما تكونش سايحة ولا تكون جامدة جدا، تكون زبدة لينة. تمام، ويلا بينا نضربهم او نخلطهم مع بعض. اول حاجة نبتدي على سرعة اقل عشان السكر ما يخرجش بره ويعفر الدنيا كده ويبهدل الدنيا، وبعد كده نبتدي واحدة واحدة ان احنا نعلي السرعة شوية. تمام، وننزل بس الحراف بتاعتنا عشان نضمن ان كله بيتضرب حلو، واضرب فيها حلو جدا. يلا بينا نعلي السرعة زي ما احنا شايفينها كده. وهي بتتضرب هبتدي انزل بربع كوباية الزيت. عايزة تضيفي الزيت على الزبدة وتنزليهم مرة واحدة مفيش مشكلة خالص. شايفة القوام بيتغير ازاي؟ زي ما احنا شايفينه كده. وابتدي اضرب فيها حلو جدا لحد اللون بتاعها ما يفتحي معانا. وكل خطوة هبتدي اجيب الحراف، عايزة كله يتضرب حلو جدا، عشان ما اكتشفش بعد ما اوقف المضرب اكتشف في الاخر ان في زبدة كتيرة جدا ما اتضربتش حلو. انا مش عايزة كده، عايزاها تتضرب حلو جدا لحد ما يبقى اللون اللي احنا شايفينه ده، اللون الفاتح، تكون حاجة كريمية كده بالطريقة دي. تمام كده. وبعد كده اول ما احس ان اللون اللي فتح معايا وبقى زي الفل، يلا بينا ننزل بالبضاية. طبعا ما ترتبطيش خالص بالمضرب ده، حتى لو عندك مضرب يدك اشتغلي بيه وهيطلع زي الفل. تمام، اول بيضة معايا ما تختفي زي ما احنا شايفينها كده ما بقتش موجودة، هنبتدي ننزل برشة الفانيليا. ممكن تحطي لو في اللي هي الباكت العادية حطي كيسين عشان تدي ريحة حلوة ونكهة حلوة. لو عندك خام زي اللي معايا دي او مركزة زي اللي معايا، يدوب على طرف المعلقة، ما تكتريش منها عشان ما تمررش معاكي. وبعدها هنبتدي ننزل بالقهوة اللي دوبناها مع بعض. في المرحلة دي بقى بتطلع ريحة تحفة. للي بيحبوا القهوة اكيد طبعا انتوا عارفين ريحتها ايه. لونها اختلف، قوامها اختلف. نبتدي بس نجيب الحراف تاني ونضمن كويس قوي ان كله اختلط حلو قوي. لو تلاحظوا فيه هتلاقوا فيه قهوة من على الحراف، فيه زبدة ما تقلبتش حلو. الحركة دي كل فترة لازم نوقف المضرب ونبتدي نجيب الحراف ونرجع تاني نضربها. تمام، بعد كده هنعمل ايه؟ هنبتدي نجيب مصفى صغيرة خالص وننزل بالمكونات اللي هي اللي جافة اللي معانا، اللي هي عبارة عن ايه؟ عن نشا وكاكاو خام. كاكاو خام يعني ما فيهاش سكر خالص، وانضف نوع اللي هو الاسباني، او انا بجربه بيبقى حلو قوي كمان. هبتدي بس انزل شوية الاخرى دول، وانزل الكمية كلها
زي ما انتوا شايفينها كده. انخلي الحاجة حلو. ننزل البيكنج باودر مع النشا مع كاكاو، وابتدي اوزعهم زي ما احنا شايفين كده. ولو في اي تكتلات بعملها بالمعلقة كده بتنزل على طول. ويلا بينا نضربها ضربة كمان. يبقى كل اللي حطيناه في المضرب ايه؟ عبارة عن زبدة، سكر، زيت، حطينا بيضة، حطينا فانيليا، وحطينا القهوة والنشا، كاكاو، بيكنج باودر، ونقلب حلو جدا ويطلع معانا بالشكل ده. شايفين القوام بتاعها طالع عامل ازاي؟ ولا في تكتلات من الكاكاو ولا النشا ولا اي حاجة خالص. ولو اللون حاسة ان هو فاتح شوية ممكن تحطي معلقة كاكاو كمان، مفيش مشكلة خالص. ويلا بينا ننزل بالدقيق واحدة واحدة، اللي هي عبارة عن ايه؟ عن 3 كوبايات ل3 كوبايات وربع دقيق. احتاجت اقل احتاجت اكتر، احنا معانا احتياطي، بس هننزل بيها واحدة واحدة زي ما احنا شايفين كده. متنزلوش بالكمية كلها عشان العجينة ما تنشفش معاكم، ولو نشفت هتشقق البسكوتة نفسها ويبقى طعمها وحش جدا. افضلوا قلبوا لحد الدقيق ما يختفي تماما معاكم، وبعدها ابتدوا زودوا تاني. يعني لو العجينة احتاجت تاني دقيق، فاهمين الفكرة؟ لان الدقيق عن دقيق بيختلف. ممكن انا تيجي معايا ب3 كوبايات، ممكن غيري يجي ب3 الا ربع، ممكن 3 وربع. فاهمين الفكرة؟ فانتوا خلوا معاكم دي احتياطي، واظبطوا ايديكم وانتوا بتحطوا الحاجة. يعني ايه اظبطوا ايديكم؟ يعني ما تستعجلوش في ان انتوا تنزلوا بالدقيق مرة واحدة. اصبروا كده واحدة واحدة، قلبوا لحد ما الدقيق يختفي، وامسكي العجينة لقيتيها طرية لسه، انزلي بمعلقة بمعلقة من الدقيق. يعني تعالوا كده اوريكم قطعة كده، شايفينها طرية ازاي؟ لسه بتلزق جدا في ايدي، يبقى كده لسه قبل ان هي تاخد دقيق. لما تيجي تزودي بقى ما تزوديش كتير عشان ما تنشفش مننا. تمام كده؟ معلش انا ممكن اكون طولت عليكم في الحتة دي، بس دي اهم حاجة في الوصفة كلها. وبأطراف صوابعنا زي ما احنا شايفين كده ابتدي اقلب العجينة على بعضها لحد ما احس ان الدقيق اختفى تماما معانا، وامسك قطعة العجينة كده واشوفها مظبوطة معايا ولا لسه ناشفة. عايزين تختبروها ان العجينة بقت زي الفل ولا لا، بتجيبوا قطعة عجينة بتضغطوا، لو ما شققتش تبقى العجينة مظبوطة جدا، لو شققت يبقى كده الدقيق بتاعها كتير جدا. تمام. ونبتدي ناخد قطعة عجينة واشكلها بالسكينة زي ما احنا شايفينها كده، مفيش اسهل من كده، وتطلع معانا على شكل حبة البن. التشكيل ده بقى بتاعك انت، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة انت وراحتك. وعايزة تعملي قطعة عجينة وتشكليها على طول، تمام مفيش مشكلة خالص. عايزة تعملي زي ما انا هوريكي دلوقتي، تعملي زي قطع صغيرة كده كتير وتظبطي ايدك وتخليهم كلهم سوا واحد، وبعد كده تشكليهم مرة واحدة، هتبقى تحفة. انا الحجم ده اللي بحبه، اللي هو الصغنون ده، بيطلع شكلها حلو قوي، بتطلع بنفس شكل حبة البن، حاجة كده صغيرة يدوب على البق على طول، تحفة، بتطلع جميلة قوي. وده كده شكلها معانا. هبتدي اخلص الكمية كلها وارجع له. الحلو فيها ان الحجم بتاعها ما بيتغيرش خالص، يعني زي ما بتدخليها زي ما بتطلعيها، حاجة كده بتخلص في ثواني، ما بتاخدش وقت ابدا. والنتيجة لا احلى 1000 مرة من اي بسكوت انت بتجيبيه من بره، او اي كوكيز انت بتجيبيه من بره. وده بيكون شكلها بعد ما شكلناها، ندخلها الفرن وتطلع معانا بالشكل التحفة ده. ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، يا دوب 10 دقايق بالكتير ونطلعها، عشان زي ما شايفينها حجمها صغير قوي، وبتكون معانا بالشكل وبالحجم اللي احنا شايفينه ده. شايفين شكلها عاملة ازاي؟ حجمها وشكلها تحفة، لا محتاجة تزيين ولا محتاجة اي حاجة، هي لوحدها كده كفيلة تظبط دماغ اي حد. ده حجم كبير وده حجم صغير، اللي انت نفسك فيه اعمليه. ومعانا قطع شوكولاتة خام حطيناها على حمام مية، يعني بنجيب بولة صغيرة، تحت البولة اللي احنا حاطين فيها مية مغلية، وابتدي احط قطع الشوكولاتة وعليها على طول معلقة زيت او معلقتين كبار زيت، وابتدي اقلب حلو قوي عشان الزيت يدي لمعة حلو للشوكولاتة زي ما احنا شايفينها كده. وابتدي انزل بالكوكيز اللي معانا بحرف الشوكولاتة ونزينها بالشكل ده. الخطوة دي اختياري، يعني لو حباها حباها، مش حباها خلاص، بس بتفرق في الطعم حلو قوي. وابتدي ارصها على صينية وعليها بلاستيك او كيس نايلون، وارص عليها كده واستنى لحد ما تنشف، يا دوب ما بتاخدش دقايق على ما بخلص اول صف
بتكون هي خلاص نشفت خالص. واخلص الكمية كلها زي ما احنا شايفين كده، يا دوب نص البسكوتية اللي معايا وتطلع معانا بالشكل ده. طعمها رهيب، اللي بيحب الشوكولاتة اللي بيحب القهوة هيغرم بيها، والله تحفة، لأنها عاملة ميكس بين القهوة والشوكولاتة والفانيليا، جميلة. أتمنى تجربوها وانتوا واثقين قوي بإذن الله ان هي هتطلع تحفة. أتمنى تجربوها وصحة وعافية للي يجربها، وأتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.